أول خطأ كيديروه بزاف ديال الشباب ملي كيشوف شي بنت كيوقفها كيقول ليها اختي عجبتيني، وكون متأكد غادي تكون الإجابة ديالها شكرا أخويا. لكن في العوض ما تسول هاد السؤال اختي عجبتيني، غير السؤال ديالك وقول ليها سمحي ليا إلا كان ممكن شي دقيقة من وقتك. فهاد اللحظة كتثير الانتباه ديالها وكون متأكد غادي تقول ليك مرحبا كنسمع ليك. هنا خاصك تبين ليها باللي واثق من نفسك، لأن الفتيات تعجبهم الراجل اللي عنده شخصية وعارف شنو تيقول. باش تقول ليك مرحبا أول حاجة شوف ليها في عينيها وقول ليها ديما كنشوفك وكيعجبني الستيل ديالك وكنت كنتظر تجيني فرصة باش نقولها ليك. هنا البنت غادي تحشم و99% غادي تقول ليك شنو المطلوب مني. وهاد السؤال الهدف ديالو كتشوفك واش واثق من نفسك وعارف شنو كتقول. لذلك ما خاصكش تكون متردد في الإجابة ديالك، وخرج داكشي اللي عندك في قلبك، ولكن ما تزيدش فيه حيت زيادة من راس الحمق. حاول ما تزيد ما تنقص. هنا بزاف ديال الدراري غادي يقولوا ليا كيفاش ما نزيدو ما نقصو كيفاش نجاوبوها في هاد الحالة. غادي تقول ليها ما طالب منك والو، حاجة وحدة هي يستمر التواصل بيناتنا. وعندك تغير السؤال وتقول ليها كتعجبيني وبغيت نتصاحب معاك. كون متأكد غادي ترفض وتقول ليك بلي انا ما كنتصاحبش ودير فيها شريفة عفيفة. حيت الولف كيجيب الحب والولف كيجيب استمرار التواصل، لكن بزاف ديال الدراري ما كيعرفوش كيفاش يستمروا في التواصل مع البنات. منين كتجيهم الفرصة ديما حاول تدوي ليها على الاغاني اللي كتعجبها، الافلام اللي كتعجبها، الاكلات المفضله عندها، وما تكونش ممل في الحديث ديالك. حاول ديما تكون الابتسامة على وجهك من تكون تهضر معاها. ما تدويش ليها على الجنس والتصاحب باش ما تخليهاش تفكر انك مصلحي. وإلا تبعتي هادشي كون متأكد غادي تنجح في اي علاقة، حيت اكثر البنات كيتصاحبوا لكن الاسلوب هو اللي كيخليك تصاحب. والدليل على ذلك كتلقى واحد عزي ومصاحب مع زهرة وشقرة ما يطيحش عليه هذاك خونا اللي شقر.